حلل موز سهل وسريع وبمكونين 2 بس، وموجودين عندنا في البيت تقريبا. زي ما انتوا شايفين كده مقرمشة من برا ومن جوه هشة وطرية. حلو اوي لأطفالنا وحلو لينا. انتوا عارفين الشتا بقى، وطبعا الشتا بالليل أكل وبالنهار. فبجد مكونين سهلين جدا. عندنا بقى هنا موزتين، طبعا هتزودوا الكمية بس انا هديكوا يعني هنا المقادير، وحابين تزودوا زودوا. هنا بقى موزتين هنهرسهم حلو قوي، ولو مستويين هيبقى احسن. اهرسيهم بقى هنا على قد ما تقدري جامد، وبعد كده هننزل بنص معلقة بيكنج باودر وب3 معالق دقيق وفانيليا برضو. هنقلب بقى هنا حلو قوي لغاية ما المكونات تمتزج مع بعض. ومش لقينا محتاجين دقيق هنحط تاني معلقة لغاية ما تلف معانا وتبقى متماسكة بالطريقة دي. عايزة اقول لكم ريحتها بجد جميلة جدا. هنا بقى هنكورها كده كور زي حكاية الزلابية كده. هنعمل كده كور صغيرة او متوسطة الحجم لغاية ما نخلص الكمية كلها. وطبعا لو الاير فراير موجود فيه اير فراير هنحطها فيه. مفيش تقدري تقليها في الزيت، هي ما بتشربش زيت ولا حاجة. هنقليها واحدة واحدة كده بقى هنشوف هنعمل ايه مع بعض. هنا بقى انا رصيتهم في الاير فراير. انا هرش عليهم كده رشة زيت بسيطة، وهنولع الاير فراير لغاية ما ايه تحمر معانا، وبعدين هنبص عليها ايه نحرك كده الاير فراير لغايه ما ايه تتقلب معانا عشان تحمر من جميع الاتجاهات. هنا بقى ايه هنظبط درجه الحراره. بصوا يعني انا كنت كل شويه بفتح وايه واقلبه. بصوا اللون ذهبي وجميل ومقرمشه قوي وجميله بجد. لو جربتي تعمليها مش هتبطلي ان انت تعمليها كل يوم، لان مكوناتها سهله وبسيطه. هنا بقى احنا حاطين كان عندي، لو عندك عسل عادي اللي هو بتاع الكنافه والحاجات دي تقدري تحطي عليها. عندك عسل ابيض اللي هو العسل الابيض طبيعي تقدري تحطي برضو. انا هنا قسمتهم 2 بقى. عندنا صوص الشوكولاته زي ما انتوا شايفين كده عاملينه برضو مكونات سهله وبسيطه من البيت، وان شاء الله هنزل لكم الوصفه قريب. بصوا انا من جماله ما بطلتش اكل. اخد واحده ورا التانية بجد بالصوص الشوكولاته جميل.